عمرك حسيت انك كنت بتتكلم بحب وفجأة اللي قدامك اتغير وشه وزعل؟ عمرك قلت كلمة تقصد بيها خير لكن اللي قدامك سمعها وكأنك بتكسر قلبه؟ هنا بقى بيبدأ سوء الفهم. كلمة قصاد كلمة ممكن تقربنا وممكن كمان تبعدنا سنة ضوئية عن بعض. احنا كبني ادمين مش بنسمع الكلام زي ما هو، احنا بنسمعه زي ما احنا حاسين. يعني لو انا متضايق هفهم الكلمة بشكل، ولو انا مرتاح هفهمها بشكل تاني خالص. تعالوا نشوف كده بعض الأمثلة اللي بتحصل كل يوم. أم مثلا تقول لابنها إمتى هتحس بالمسؤولية، هي تقصد إنها خايفة عليه، عايزاه يكبر ويبقى سند، بس الولد يسمعها كأنها بتقوله أنا مش راضية عنك ومش شايفاك راجل. أب يقول لبنته أنت مش بتفهمي، يقصد إنه محتاجها تركز معاه أكتر، بس البنت تسمعها أنا شايفك فاشلة ومش ذكية كفاية. الكلام دايما سلاح، لو طلع من غير ما نحس ممكن يجرح بدل ما يطبطب. والأكتر من كده إننا ساعات بنبقى فاهمين غلط من قبل أصلا الكلمة ما تخلص. لو كل واحد وقف لحظة قبل ما يتكلم وسأل نفسه الكلمة دي ممكن توجع، ممكن تتفهم غلط، كان زمان نص الزعل اللي حوالينا ملوش وجود. ولو اللي بيسمع وقف لحظة قبل ما يغضب وقال يمكن هو مش قصده كده، كان زمان قلوب كتير اتجنبت الجرح. في الآخر عايزة أقول لكم إن الكلام اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب، بس ساعات بيحتاج ترجمة بلطف وصبر. فخدوا بالكم دايما من كلامكم، خدوا بالكم أكتر من تفسيركم لكلام اللي بتحبوهم. افتكروا دايما مش كل كلمة وحشة كان المقصود بيها أذية،